السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو، والنهارده الفيديو المنتظر. فاكرين الفيديو اللي فات لما كنت بقول لكم عايزه اعمل محشي؟ بيني وبينكم ايه، كنت ناويه اعمل كرنب ومحشي مشكل يعني، وبتنجان وفلفل. بس رسيت ان هي خلاص بتنجان وفلفل، معرفش يعني، انا عايزه كرنب ملاقيش كرنب، مش فاهمه في ايه. وانا مش عايزاه الاقيه كتير. آه فعادي خير. اول حاجه كده جبت بقى البصل وقلت اقطعه بقى في الكبه اللي اتصلحت، الحمد لله. يا رب كده ايه، آه تدوم معايا كده وتفضل متظبطه. عايزه اقول لكم صوتها بعد التصليح عالي جدا، مش عارفه في ايه، مش عارفه ده طبيعي بقى وهترجع تاني ولا ايه، بس عادي يعني اديها شغاله. آه فقطعت بقى كده البصل في الكبه وقلت هضربه. آه راحة راحة راحة. انا اضطريت بقى احط الفوطة دي تحتها عشان صوتها، مش اكتر. صوتها عالي جدا. ف انا قمت بقى، عايزه اقول لكم انا بادئه المحشي ده متاخر بعد المغرب. قررت قمت بقى كمان، حتى ما كنتش مقوره البتنجان ولا عامله اي حاجه، قورته وخلصت الساعه 8. كنت بادئه والله الساعة 10 الا تلت كنت بحط الأكل على النار، يعني الحمد لله خلصت بسرعة جدا. أنا بحس إن أنا سريعة في المحشي. الاول كنت اعمل، اول ما اتجوزت المحشي ده، يعني انا داخله بعمل كل الاكل. عايزه اقول لكم المحشي الحاجه الوحيده اللي كنت بقعد فيها 3 ايام يوم اشتريه، تاني يوم اقوره، تالت يوم اعمل الخلطه واعمله. الخلطه دي بقى ما بتاخدش وقت نهائي نهائي معايا. هنا بقى جربي بقى تخدعي المحشي في صينيه، بيبقى احسن بكتير لما تخدعي في حله. الصلصه بتطلع مظبوطه، والتخديعة بتبقى حلوة جدا جدا في الصينية، لان بتطلع يعني الصلصة بتطلع كل المية اللي جواها وكده، فبتلاقيها متسبكة واخدة لون حلو. فجربي تسبكي في الصينية مش في الحلة، هتلاقي فرق شاسع. وتكاتك بقى، كل واحدة لها تكات في المحشي، يعني اللي بتزود بهارات، اللي بتزود خضرة. احنا المصريين بنحب قوي نظبط المحشي. فهو أكلة بصراحة جامدة وبتسد، وبتحسي كده ان بتشبع، بالذات كمان معاها ملوخية. فبصراحة أكلة كانت تحفة. قلت كده أبدأ بالخلطة الأول، وبعد كده بقى إيه، عشان لما أقور أغسل البتنجان وأحشي على طول، ما اقعدش بقى لسه بعد الواحد ما بيقوم من التقوير ده بتحسي إن انتي خلاص، إن هو مش قادرة تعملي حاجة تاني. أنا بسجل لكم الفيديو الصبح وعيالي غايبين من المدرسة والدنيا بيس. ف الله المعين. ف اللهم صل على سيدنا محمد. قلت هنا بقى اشوح البصل كده، مرضتش احط بقى فيه اللي هي المرة دي، مش عارفة رغم ان عندي اللي هي، بس قلت لا يعني خليه محشي خفيف كده. وقطعت الخضرة بقى، غسلتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين. وقلت بقى هسيبها على النار كده تاخد وتدي مع نفسها لغاية ما ايه اقور الباذنجان، وارجع تاني بقى اظبط احط الرز، ويبقى كده خلاص المحشي خلص. عايزة اقول لكم المحشي سهل جدا، سهل جدا. انا مش عارفة الناس اللي بتقعد هو لما بتبقي عاملة بقى كميات، هو فعلا بتاخدي وقت طويل. يعني محشي فرح مثلا، محشي عزومة، انما البيتك مثلا 2 كيلو دول هيتعملوا في ثانية. ولو كمان مجهزة قبلها بيوم بيبقى اسهل واسهل. فالحمد لله بقى البصلايه بتاعتك هتاخد لون بس مش تتحرق. البصلايه هتاخد لون بس مش تتحرق، علشان ما تمررش معاكي الصلصه. دي تكايه برضو. حطيت بقى هنا الطماطم واحط التوابل واسيبها بقى اغطيها مع نفسها. وقبل ما كنت اروح اقعد كانت خلاص اتسبكت. بالمناسبة كنت عايزة اكمل معاكم، قلت لكم هكمل معاكم رغي وفضفضة في الموضوع، تكملة الموضوع كركبة المطبخ. الفيديو اللي كنت عاملاه انت السبب في كركبة مطبخك، اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. آه لان احنا كنت بقول يعني في الفيديو اللي احنا بنقعد نشتري كل حاجة ونقعد بقى نجيب ونحط. وموضوع بقى ليه اصلا المطبخ بيبقى مكركب من الاول، لاني قلت لكم برضو في الفيديو ان العروسة بتبقى داخلة، الواحدة اللي هتبتدي حياتها اللي بتبقى داخلة مالية الدنيا أطقم وكاسات وكوبايات طب ليه يا بنتي تحملي نفسك وتحملي أهلك وتحملي الدنيا كلها فوق طاقتها يعني؟ انتي جيبي على قد استعمالك، واستعمال الضيوف مثلا خليه في بره في البوفيه أو في النيش وخلاص. لكن عايزة المطبخ بتاعك يبقى رايق انتي من الأول. كنت بقول ده هكلمكم فيه ليه تكملة في فيديو العرايس اللي بتجيب بالستين والسبعين. هو طبعا الأرياف بيبقى فيها الحكاية دي أكتر، لكن القاهريين هو عادي بتجيب شوية استعمالها وخلاص. هل بقى بغرض الفشخرة؟
هل بغرض ان فعلا انت عايزه الحاجه دي. فانت لو كل عروسه لسه بتسمعني لسه بتجهز نفسها، انصحك انت اللي هتقعدي فيها في الاخر. يعني انت في الاول اوكي هنجيب علشان العذرة لولادي وصوتهم جميل، جبتي الحاجة وزحمتي مطبخك عشان الناس تقول يا الله دي جايبة طقم كذا، الله دي جايبة طقم كذا. طب بعد ما الناس دي كلها تمشي انت هتعملي ايه بقى باللطقم دي كلها؟ قلتي هتحطيهم تحت السرير، طب ما انت هتحتاجي تحت السرير ده بعد كده في الهدوم وحاجتك لما تخلفي وبتكتر وحاجة ولادك. طب وليه الزحمة من الأول أصلا؟ ما اللي يتكلم، هي الناس دي هتعمل ايه يا جماعة؟ يتفلق يا بنتي، يتفلقوا الناس اللي بتتكلم دي يتفلقوا، يعني يشوفوا سوري كده اكبر حيطه يخبطوا دماغهم فيها. انا اجيب بغرضي، انا اجيب بحاجتي استعمالي انا اللي هيفيدني انا. لكن الناس هتعمل لي ايه؟ يعني الناس سوري هتعمل لي ايه يعني؟ هينفعوني لما يبقى بيتي مسحوم مثلا؟ هينفعوني لما ابقى على طول عايشه بصوت من الكركبه اللي انا قاعده فيها؟ هو حلو قوي يعني طقمين 3 حلل ماشي خلاص، يعني طقم 2 انت بقى عايزه تجيبي زياده ماشي. هو كل واحد ليه تفكير معين في المنطقة دي، بس انا بجد لاحظت الموضوع بقت اوفر. ده الامهات بتتدين، ده الامهات بتتحبس بسبب البنتها ضغط عليها، هاتيلي يا ماما كذا وهاتيلي وهاتيلي وهاتيلي. طب والله العظيم انا لما جيت اتجوز كنت مقررة كده، يعني كنت صغيرة انا داخلة 20 سنة، بس كنت مقررة ان انا مش هجيب اي حاجة تكركب مطبخي زيادة، هجيب هو استعمالي واستعمال الضيوف وخلصت. خلصت. ماما كانت تقول لي هجيب لك 12 مقوار، اقول لها لا 6 بس. اجيب مش عارف قد ايه، تقول لي اجيب لك ايه، اقول لها لا انا عايزه كذا بس. فتقول لي انا يا بنتي يا ريت كل البنات والله زي انا ما شفتش عروسه كده، وكانت فعلا تزعق معايا يا بنتي لا يا بنتي مش عارف ايه لازم تجيبي. اقول لها ماما لما ادوبهم ابقى اجيب غيرهم، لكن هفضل طول عمري علشان يبقى عندي ومش عارف ايه. هنا بقى خلاص انا سويت المحشي وطشيت الملوخيه. دايما كده الوقت الحلو معاكم بيمر بسرعه، ما بلحقش ايه اكمل يعني كلامي معاكم. بس الحديث بقيه. ويا بنتي نصيحه، لو انت بت لسه بتجهزي جيبي على قد استعمالك بس، وشوفوا بقى معايا طشه الملوخيه، وهنختم الفيديو على كده، والف انا والشفا عليكم. وتعالوا بقى ايه يا ريتكم كلكم كده تيجوا تدوقوا معايا من المحشي والملوخيه. واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد، ومع السلامة.